عايز اعمل دخلة جديدة وعمال افكر، مش عارف اعمل ايه. بس مش عايز اسألك سؤال واحد بس قبل ما نبدأ، والسؤال طبعا هيكون فيه شوية كلام حلوين كده بعدين، بس خليني اقول لك السؤال: انت مكسل ليه؟ واقف مكانك ومحبط، وكل اللي يقول لك كلمة سلبية بتاخدها على صدرك قوي وتقعد تفكر فيها، وممكن تلاقيك كمان انت بعيد عن مجال الجرافيك بقالك فترة بسبب الاحباط اللي انت شفته لما كنت موجود، او على الاقل بتفكر انك تبعد بسبب الناس اللي عمالة تحبط فيك كل شوية، صح؟ طيب خليني اقول لك على حاجة، والله العظيم انا لو عملت زيك في البداية او حتى كنت فكرت نفس التفكير اللي انت بتفكر فيه دلوقتي، ما كانش زماني خالص قاعد قدامك دلوقتي وبقدم لك اي معلومه تحاول انها تساعدك انك تبدا او تكمل. طب عارف في البدايه قالوا لي ايه؟ عد معايا بقى. قالوا لي شغلك شعبي، قالوا لي انت بتقلد كتير، قالوا لي انت ما بتعرفش تتنوع، قالوا لي ان احيانا بتسرق افكار، قالوا لي ان انت ثابت على ستايل معين مش عارف تخرج منه ابدا، وحاجات ابشع من كده بكتير. تعرف بقى انا عملت ايه علشان ابقى قدامك دلوقتي؟ كل اللي انا عملته ان كل كلمه وحشه اتقالت لي خليتها دافع قوي جدا انها تخليني ابقى عنيد اكتر واكمل واشتغل واطور من نفسي، علشان كل كلمه وحشه شخص قالها لي في البدايه يشوف بعد فتره ان هو للاسف كان شخص فاشل وهو اللي فضل واقف في مكانه. ما هو بالعقل كده مفيش حد ناجح عمره هيقول لك كلمه وحشه او محبطه على الاطلاق، مش هيطلع لك الكلام السلبي غير شخص سلبي، غير شخص فاشل، غير حد واقف مكانه ما بيتقدمش. خدها مني نصيحه، والله العظيم انا بقول لك الكلام ده ويعلم ربنا بكل مصداقيه يعني عامله ازاي. فبعد فتره لو لقيت ان انت سبقت الشخص ده وهو محتاج للمساعده، قدم له المساعده بكل ايجابيه. ما هو بص، الاهم في الموضوع ان انت تبقى انسان من جواك مليان خير، علشان ربنا يفتح لك ابواب كتيره جدا من رزق وشغل ومحبه ناس وحاجات كتيره جدا كده، يعني مش هتفهمها غير لما تجربها. فبس كده، اتمنى تكون فهمتني وطولت عليك، انا اسف، ويلا بينا نخش في الموضوع. الدرس اللي فات طلبت مني اعمل لك حاجه للمجال الطبي وخصوصا الاسنان، فجيت لك النهارده بقى بحاجه مختلفه وجميله ورايقه كده، وحاجه برضه يكون لها علاقه بالمصيف والصيف والجو الغريب اللي احنا فيه دلوقتي ده. فبس مش عاوز اطول عليك، المهم بقى انك ما تنساش انك تصلي على النبي في قلبك وتعمل اشتراك في القناه علشان اللي جاي، ولايك كومنت تشجيعي، الحاجات دي بتفرق معايا جدا طبعا، ويلا بينا. طيب زي ما متعود معاك ان انا دايما بحب اقول لك الخطوات من قبل الصفر تقريبا علشان تبقى فاهم كل حاجه، تمام؟ هبدا اقول لك ازاي جبت الصور، مع ان انا شرحت الخطوه دي قبل كده، تمام؟ ولكن هشرحها لك تاني علشان الناس الجديده اللي معانا. ولكن خلينا قبل ما اخش في الموضوع تقول لي ايه رايك في السلوجان اللي انا عملته جديد. على فكره انا قاصد بيه حاجات كتيره جدا، موضوع ان انا اقول لك مثلا او ان انا اكتب سهلها ربك يفرجها. طيب انا قاصد ايه بالموضوع ده او بالسلوجان ده؟ اقصد ان لو في شخص عايز يتعلم حاجه او بيطلب منك المساعده، بلاش خالص تحسسه ان الموضوع صعب ومستحيل وتفضل تديله في تفاصيل ومعاناه انت عشتها. هو ملوش دعوه بكل ده، هو عايز ابسط حاجه عندك، يعني حاول تبسط له الامور على اساس ان هو يدخل الطريق ويبقى فعلا عنده حماس انه يدخل الموضوع كده والمجال ومش عارف ايه، وبعد كده هو كده كده هيقابل كل حاجه. بس انت ما تحاولش تقفله بقى وتبدا تشرح بقى انت معاناتك في الموضوع علشان تبين قصه اجتهادك وكفاحك وكل الكلام ده، يعني فاهمني؟ فبسطها على الناس هتلاقي ربنا بيسر لك كل الامور وكل ما تتخيل. فبس يعني ده الموضوع سريعا، خلينا نخش بقى في موضوع الدرس. فريبك زي ما قلت لك قبل كده ان هو بقى مجتهد وبيطور كتير قوي الفتره الجايه، وناس كتيره جدا غفلانه عن موضوع نزل جديد او مواضيع نزلت جديده في فريبك، وفي ناس كتيره جدا مش واخده بالها. طيب خلينا اقول لك انا ببدا اجيب الصور اللي انا بشتغل عليها مؤخرا منين. لو انا مثلا هكتب صيف هنا بالانجلش كده، هتلاقي ان في اختيار اسمه All Images New، ده بيبدأ يجيب لك كل الصور اللي معمولة بالذكاء الاصطناعي ولكن بشكل خرافي جدا جدا جدا، تمام؟ مش بس انك تجيب مصيف، انت ممكن تكتب اي حاجة تاني زي مثلا اسماك. لو انت عايز اسماك هتلاقي برضو حاجات حلوة قوي قريبة جدا من الواقعية، ما بقتش موضوع ذكاء اصطناعي ومش عارف ايه والحاجات، لا هي حاجات، في حاجات فعلا قريبة جدا 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 من الواقعية، تمام؟ فانا ببدا اجيب الباك جراوند زي ما عملت هنا كده، تمام؟ وكان في حاجات هبدا اقول لك دلوقتي حالا وهشرحها معاك. هتلاقيني سايب لك الباك جراوند بيس دي علشان ابدا اقول لك الخطوات كلها. يعني في ليرات هنا انا هبدا اخفيها اهو، وهخلي لك اللير الافتراضيه العاديه اللي هي في البدايه اول ما حملتها من فريبك كانت بالشكل اللي قدامك ده. طبعا الصوره تحفه ولكن كان فيها زحمه وانا كنت حابب ابدل حاجات واشيل حاجات، فهنا رحت للنسخه البيتا، تمام؟ وشرحت قبل كده ازاي بنقدر نشيل حاجه بموضوع الذكاء الاصطناعي، فده ميزته بقى، تمام؟ فانا خليني ايه ابدا افهمك انا عملت ايه بالظبط بالنسخه البيتا، تمام؟ فاول خطوه عملتها بالذكاء الاصطناعي او بالنسخه البيتا بتاعت الفوتوشوب هو ان انا كملت الجوانب شمال ويمين بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. يعني بص كده،
قبل وبعد هتلاقي الموضوع حلو جدا. لو عملته مانوال هياخد مني وقت كبير ومش هيطلع بنفس الدقه، فهنا ميزه النسخه البيتا بقى اللي هي بتاثر عليك وقت كبير، فاهمني؟ طيب الخطوه الثانيه اللي عملتها، قمت معلم على الجزء اللي في النص ده بتاع الكراسي وقمت شايله بالشكل ده، فاصبح معاك الموضوع بالشكل ده علشان ابدا احط الضرس بتاعي. حلو، يبقى انا كل اللي عملته بالنسخه البيتا هو ان انا كملت الصوره وشلت مكان الكراسي، لا اكتر ولا اقل. طبعا هسيب لك الملف بيز دي علشان تفهم الخطوات. تمام. موضوع السما، انا ابتديت اشيل السما الموجوده بتاعه الصوره الاصليه وابتديت اضيف السما دي من عندي اهو، هتلاقيني سايبها لك في الملحقات بتاعه الدرس. ما عملتش اكتر من كده. بص، علشان تبقى موجود في التحديثات اللي جايه والحاجات اللي عماله تحصل كل يوم، لازم تبقى مواكب الابديتس اللي بتحصل كل يوم. كل يوم احنا كل يوم في جديد، فمش من الطبيعي ابدا ان يبقى في التحديثات اللي ممكن تختصر معاك وقت وانت لسه شغال على نسخه مثلا 6 او 5 او 2015 او حتى 2020. فالفكره ان الابديت ده مهم جدا تكون معاه ومواكب مع الامور علشان ربنا ييسر لك الامور وتبقى دايما بتتطور والامور معاك. هتقول له طيب انا جهازي ضعيف، طيب انا مش عارف اعمل الاشتراك، طب مش عارف. اقول لك اجتهد بس ان انت تعمل ده وسيب الباقي على ربنا، هتلاقي ربنا بيسر لك الامور. ولكن انا مش عايزك تبقى حابب انك تفضل واقف في مكانك بس كده. فبعد ما خلصت يا صديقي قمت جايب الصوره دي بقى من على ادوبي ستوك. كل اللي انا عملته واكتب له هنا درس كده يكون في مصيف والجو ده. وطبعا هنا جايب لي شكل قدامك اللي هو الازرق، ولكن انا فضلت انزل لحد ما لقيت برضو حاجه تانية هنا فسبتها ونزلت، فلقيت حاجه برضو بالازرق. المهم لحد لما وصلت للشكل اللي قدامك ده، فقمت واخده كده بعد ما ظبطت كل حاجه، قلت هجربه على الشغل اللي انا عملته ده. فاول ما حطيت الصوره وقمت مصغر الضرس تحت الشمسيه، حسيت ان الديزاين راح في حته تانية خالص من قبل ما اعمل اي حاجه اصلا. فابتديت طبعا اشتغل على موضوع الشادو وابتديت اضيف بعض العناصر الصغيره اللي تديني شكل جمالي في الديزاين. يبقى انا ما تعبتش نفسي، وفي نفس الموضوع طلعت ديزاين قوي جدا بشكل جذاب وفكره مختلفه، وتنفيذ ما خدش مني وقت كبير ولا مجهود خالص يعني. فقمت جايب موضوع الثبت اللي هو الخشب ده وقمت طبعا ايه حاطه كده تمام، على اساس ان انا هبدا اضيف فيه العناصر بقى سواء الشيبسي او العصير او مش عارف ايه. طيب فكره الديزاين اصلا قايمه على ايه؟ قايمه ان احنا بنقول متعها بمصيف رايق بدون الم. يعني روح صيفك، كل اللي انت عايزه، ظبط امورك وما تقلقش خالص من الالم ولا من الوجع ولا من الكلام ده. تمام. دي كانت فكره الديزاين اللي قايمه عليها. فاحنا دلوقتي هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا يا معلم نشتغل الاول. هبدا الاول اخفي الثبت الخشب ده علشان ابدا اشتغل على الشادو بتاعه الضرس. هبدا اقف على الضرس كده اهو. كل اللي هعمله هعمل كنترول جي من الكيبورد علشان اخد كوبي من نفس اللاير بتاعه الضرس، وهاجي على اللاير اللي تحت. تمام. هبعد الصوره كنترول تي، ثبت صبعك على الكنترول وشد من الجزء اللي فوق ده ناحيه اليمين، وابدا شد من الجزء ده طلعه لفوق. حلو. وابدا ايه هاته كده اهو علشان ما يبقاش داخل في الميه. تمام. وابدا ظبط بقى تلزق كل حاجه في الحاجه اللي شبهها. علشان نشوف اكتر هعمل كنترول يو وهبدا اسوت كده الليله دي كلها. فبص معايا كده، هبدا اهو كنترول تي مره تانية وهبدا ادوس هنا على العلامه دي وهعمل اوكي علشان ما تجيليش تاني، وهبدا ارفع الكلام ده وممكن كليك يمين هجيب له ورب وهبدا الزق اي حاجه محتاجه ان هي تتلزق اهو في اللي يخصها. يعني خلينا اقرب برضه علشان ابقى شايف اهو. يعني هنا انا لحمت دي في دي وهلحم دي في دي. تمام. فطبعا في حاجات بتبدا تبوظ مني زي الجزء ده، هبدا برضو اشده كده وارجع تاني لهنا، هشده كده وارجع تاني لهنا وهكذا لحد ما تظبط معايا اهو. تمام. وهبدا ادوس انتر. فبص معايا كده هتلاقي الدنيا بدات تظبط شويه. تمام. هقلل الاوباسيتي بالشكل ده، وطبعا علشان الشادو ما يبقاش شارب قوي كده، مع انه مطلوب انه يكون شارب لان اللايت اصلا قويه يعني، فاهمني؟ فانا هبدا اعمل بلور كده من هنا، حاجه خفيفه خالص اهو، حاجه صغيره، وهبدا ادوس اوكي. مش هعمل اكتر من كده. وهبدا اروح يا معلم على الثبت الخشب اللي انا قلت لك عليه اهو. هو اصلا المفروض معايا هظهر اللاير بس اهو، واخليه يكون متناسب مع السايز بتاع الضرس. يعني ما ينفعش بقى يبقى كبير قوي ولا صغير قوي، انا هخليه يبقى متناسب كده، تبقى الامور ايه في الهادي يعني اهو. تمام. وعلشان ادخل الحاجات جوه الثبت ببدا سريعا اجيب البين تول وهقص الوش اللي بره بس، مش هقص حاجه من جوه خالص. يعني بص كده اهو، وهبدا اخد الجزء ده كده كنترول انتر كنترول جي مش جي. تمام. عشان اخد الجزء ده كوبي. هفهمك بقى كل حاجه دلوقتي. انا اي عنصر معايا محتاج ادخله جوه الثبت ده هبدا اكتب مثلا عصير بيتي بي ان جي مثلا، اللي هو انا عايز حاجه تبقى مقصوصه جاهزه. فمثلا ده المراعي شكل الازازه حلو قوي، فهبدا اخدها نسخ الصوره كده وهروح على الفوتوشوب وهعمل كنترول في بالشكل ده. وبعد كده هبدا اصغر
الكلام ده، علشان اقص الابيض سريعا هروح عند سيلكت وهاجي عند سبجكت بالشكل ده وهبدا اعمل ماسك، فهيبدا يشيل الابيض. طبعا هنا بقى علشان ابدا ادخل الازازه جوه الثبت هعمل ايه؟ كل اللي هتعمله انك هتشد اللاير بتاعها تحت اللاير اللي احنا قصيناه، فهتلاقي ان الموضوع سهل قوي قوي بالشكل اللذيذ ده. فهبدا كده ايه اظبطها اهو بالشكل ده، وهبدا بقى اضيف كل العناصر بقى، سواء شيبسي سواء مش عارف ايه، اي حاجه انت محتاج تضيفها براحتك بنفس الطريقه اهو. نسخ كنترول في بالماجيك تول اشيل الابيض سريعا كده اهو، وهبدا يا معلم اصغر ايه الكلام ده اهو، وبعد كده ديليت وهبدا اصغر الكنز ده في قلب الثبت اهو بس. وممكن نكرر بقى العمليه دي كده اهو، سواء بقى بنفس المنتجات او بمنتجات تانية، انا بس بكرر عشان وقت الفيديو، ولكن انت ممكن تضيف حاجات جديده يعني. تمام. طيب خليني احط الثبت بالعناصر بكل الكلام اللي احنا عملناه ده اهم في جروب لوحديهم، يعني انا هشدهم لفوق خالص لوحديهم كده اهو، وهعمل كنترول جي فهيبداوا يبقوا في جروب. علشان اعمل ايه بقى؟ عشان اعمل نيو لاير كنترول الت جي، وهجيب اداه الجريدينت تول، هختار من هنا شايف الابيض والاسود دول، دوس عليها كليك وافتح كده اي جروب من دول، هتختار اللي على يمينه مربعات وعلى شماله اسود، فده هيعمل معاك ايه لما هشد كده. بص انا هعمل شادو من اليمين بالشكل ده، ولكن ده طبعا ايه التول الجديده فانا مش محتاجها، هغير من هنا من جريدينت لكلاسيك جريدينت بالشكل ده علشان ابدا اسحب كده. انا بالنسبه لي بحب الاداه الكلاسيك دي مش الجديده، وابدا اقلل الاوباستي اهو. طبعا بالاستيكه ممكن اخفف كده من ناحيه الشمال بالشكل ده. تمام. وهمسك الجروب كله بتاع الحاجات دي، هبدا اثبت صابعي على الالت وهشد كده علشان اخد كوبي من نفس الجروب، وكنترول ايه علشان اعمل ميرج. تمام. وبعد كده هنزل الجروب ده تحت الجروب اللي هو الاصلي، وبعد كده كنترول تي، ثبت صبعك على الكنترول وابدا اسحب ناحيه اليمين علشان نعمل خطوه الشادو اهو بالشكل ده. وزي ما قلنا كنترول يو هسود الامور كده، وبعد كده هغمق الكلام ده وهروح عند نفس الخطوة هعمل بلور، هتلاقي الامور كلها بقت في الهادي واللذيذ. طيب السما في الصورة الاصلية اللي هي دي، انا كل اللي انا عملته ان انا جبت الماجيك تول وقمت واقف على اللاير اللي فيها سما، وابتديت اثبت صابعي على الشيفت واعمل كليكات كده لحد ما اعمل سيلكت كله على اللون بتاع السما، وبعد كده عملت راسترايز لللاير وعملت ديليت فشل السما، وقمت رايح جايب السما اللي قدامك دي اهو، هخليها تبقى تحت خالص وهبدأ اشدها شمال ويمين وهرفع كده من تحت لفوق، مش هعمل اي حاجة تانية. تمام. في الجزء اللي فوق ده ممكن نحط طيارة مثلا، فهبدأ اعمل داونلود لصورة الطيارة كده في المكان ده وهبدأ اشدها معايا. طبعا هنصغرها شوية على اساس ان هي بعيدة يعني وكده. تمام. وعلشان ادمجها مع السما وتبقى امورها ماشية تمام هقلل الاوباسيتي بس، مش هعمل اكتر من كده، فبص هتلاقيها بقت شكلها لذيذ. طيب هنيجي بقى عند مرحله التكست، وقبل ما نخش في مرحله التكست وموضوع الالوان خلينا ناخدك معايا الفاصل سريع ونرجع مع بعض مره تانية. ويلا بينا على الجديد. تم اضافه مميزات جديده لفونت حمدي الاصدار الرابع اللي تقدر تشتريه دلوقتي بخصم 50% لفتره محدوده جدا جدا، ولكن خلينا اقول لك المميزات الاساسيه اللي نزلت مع الفونت اول مره، وبعد كده هقول لك على المميزات المضافه. اولا هيتم تحديث اشكال الحروف للفونت كل فتره، وده هيخليك تحس انك بتاخد فونت جديد كل فتره برضه، والتحديثات دي هتوصلك مجانا ببلاش. الميزه الثانيه انك هتاخد ملف ستايلات مدفوع فيه اكتر من 200 ستايل، حاجه قويه جدا ومميزه جدا جدا، وانا واثق ان عينك ما شافتهمش قبل كده. 3 مع نفس الملف بتاخد فيديو 35 دقيقه بشرح لك فيه ازاي تعمل اكتر من ستايل بايديك علشان تبقى متنوع ويبقى شغلك مميز جدا في حته التايب والستايلات والكلام ده، لانه فعلا بيجذب العين جدا جدا. 4 برنامج زارا، واللي بشرحه لك بالتفصيل من بدايه التسطيب لحد لما تقدر انك تطلع شغل زي اللي هيظهر قدامك ده بالظبط، وهسيب لك كمان البرنامج في نفس الفولدر علشان ما تتعبش نفسك. تعال بقى اقول لك على الاضافات. الاضافه الاولى اللي تمت هي مكتبه خطوط عربي وانجليش مميزين جدا ومنقهم لك بالوحده، يعني حاجات فعلا قويه جدا، ولكن زي ما قلت لك قبل كده ان الفونتات دي موجوده على النت، كل اللي انا عملته ان انا جمعتهم لك وجمعت لك الحاجات القويه جدا وبس. الاضافه الثانيه والجديده بقى والاقوى بقى هو فولدر جمعت لك فيه كل الملحقات اللي ممكن تحتاجها كجرافيك ديزاينر، وقسمت لك كل حاجه. هيكون موجود جوه الفولدر ده فولدرات متقسمه لصور اسماك، عقارات، قهوه، مطاعم، دخان، نار، سيارات، حاجات للمجالات الطبيه، وحاجات من دي كتير بقى مش دول بس. والمميز في الموضوع بقى ان كل فتره هتلاقيني بضيف لك ميزه جديده وبيوصلك اللينك بتاعها ببلاش خالص، يعني كل اللي بتعمله انك بتدفع الاشتراك او بتشتري لمره واحده بس، وكل اللي جاي بقى هيبقى مجانا. طيب للشراء او الاستفسار هتلاقي رقم واتساب ظهر تقدر انك تتواصل معايا عليه، او هسيب لك تحت لينك واتساب هتدوس عليه هيحولك اوتوماتيك للواتساب، تقدر انك تكلمني وبس كده. ويلا بينا نكمل الشرح.
من ضمن الحاجات اللي هتاخدها برضو مع الفونت واللي انا ملحقتش اشرحها سريعا في الفيديو، ان انا زي ما قلت لك الفولدر حرفيا هتلاقي فيه صور قويه جدا ومختلفه تماما، يعني حاجات فعلا لو استخدمتها في شغلك هتفرق معاك فرق كبير. وطبعا انت شايف الكواليتي عامله ازاي، فهتفرق جدا. طبعا هنا موضوع الاشخاص اهو، صور الاشخاص هتلاقي برضو حاجات ممتازه هتساعدك. فبس كده سريعا نرجع للدرس بقى. تمام، خليني خطوه الشادو برضو اللي عملتها هنا على يمين الثبت اعملها برضو على الدرس اهو. يعني انا هقف على اللاير بتاعته وهعمل نيو لاير فوقه كنترول الت جي، وهبدا اجيب اداه الجريدينت تول وهبدا اشد كده زي ما قلنا. فبص يعني حاول برضو ما تبقاش تقيله، فاهمني؟ هرجع كده اهو. تمام كده الى حد ما كويسه. هقلل بس الاوباسيتي علشان الامور تبقى تمام. كل اللايت بتاعتنا تبقى هنا ناحيه اليمين. تمام، فانا ممكن اعمل نيو لاير فوق خالص وهجيب البرش تول اللون الخفيف الاول وبعد كده اللون العسلي، وبعد كده هدي كليك هنا كده على اساس ان انا اخلي الجزء ده يبقى منور اصفر، وهغير هنا السكرين وبعد كده هقلل الاوباسيتي بالشكل اللذيذ ده. تمام، تعالى بقى نعمل التكست يا معلم. هبدا اكتب كلمه متعها بالشكل ده، وبعد كده هبدا اكتب بمصيف اهو. انا بحاول اخلي الكلام ما يبقاش طالع عن بعضه، يعني هنا يبقى مسطره وهنا يبقى مسطره. تمام فاهمني؟ وهبدا احط كلمه رايق طبعا علشان صغيره. هبدا اعمل كشيده كده بشيفت وحرف التاء بالعربي اهو، هيعمل لك الكشيده دي في اي فونت عادي، ولكن في فونتات ما بتدعمش الكشايد ده. تمام، فانا هبدا كده خلاص ظبطت الثلاثه اهو. هبدا مثلا اعملهم ميرج عادي، وبعد كده كنترول يو هخلي لونهم يكون ابيض بالشكل التحفه ده. وبعد كده هبدا اجيب اداه الماجيك تول، هعمل سيلكت على النقط، هدوس شيفت وهبدا ادوس على النقط فقط اهو. وبعد كده هجيب السيلكت المربعه، كليك يمين، هاخد لاير فيا كات علشان اخلي النقط دي في لاير لوحدها، واقدر اغير لونها للون الاصفر اهو بالشكل ده. وممكن اعمل بيفل هنا كده، هنا اخليها مثلا برتقالي. طبعا شرحنا الكلام ده كتير قبل كده اهو، مثلا بالشكل ده. وهبدا اعمل الاتنين ميرج تاني. تمام، وممكن اعمل كوبي من نفس اللاير، همسك اللاير اللي تحت كنترول يو وهبدا اسود اللايت هنا كده علشان بص لما انزل بالسهم تحت وشمال كده يديني شكل 3 دي اهو. لو غمقته هيغمق، فانا هخليها تبقى كده عادي. وبعد كده هبدا ارسم الرسمه اللي هي هغير من هنا لشيب، وهبدا اخلي الفل دي خط اسود، واخلي الستروك هنا يكون لونه ابيض، والرقم ده هخليه مثلا 4. وهبدا ارسم الرسمه اللي هي دي. بص معايا كده الت، وهدوس على اخر النقطه وقفت عندها، وهبدا ارسم عادي اهو بالشكل ده. وبعد كده هثبت 7 على الكنترول، واقدر اتحكم في اي حاجه انا حاسس ان هي مش مظبوطه بالشكل ده. فلما تيجي تمسك كده هتلاقي ان الرسمه دي في لاير لوحدها بالشكل ده اهو. ممكن اصغرها اكبرها ابقى متحكم فيها عادي يعني. وهكتب هنا بدون قلم، ولكن طبعا كلمه بدون قلم دي هخليها في فونت يكون مختلف. هخليها مثلا تبقى بالفونت ده، وهبدا اصغره كده، وهعمل طبعا كشايد زي ما قلت لك هنا مثلا وهنا. وعلشان اخليها بكيرف مع نفس الرسمه هعمل سيلكت عليه واروح عند حرف التي اللي فوق، وهبدا اغير من هنا لارش. وبند هنا هبدا اقللها شويه، وهبدا اظبط دي من هنا شويه. فبس كده تحفه تحفه بمعنى الكلمه. تمام، هنيجي بقى عند مرحله الجريدينت والالوان والكلر مود وكل الكلام ده. بس قبل ما اخش في الجزئيه دي عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. بص يا جماعه، تكمله للموضوع اللي انا اتكلمته في البدايه، لو انت شخص بيحاول دايما يديك كلام محبط او بيحاول دايما ياثر عليك بكلام مش كويس وبيقدم لك نصايح مالهاش لازمه، نصيحتي ليك ما تركزش مع الكلام اللي هو بيقوله، حتى ما تقراش الكومنت السلبي. يعني انت لو لقيت كلام كبير قوي بدايه اول سطر كلام وحش، احذف الكومنت وبالسلامه. التجاهل للحاجات دي حرفيا هيبدا يخليك تطلع لقدام، لانك انت لو ركزت مع الكلام ده هتلاقي نفسك بتتاثر، وده هيأثر عليك تأثير سلبي جدا، وفي الاخر ممكن تسيب المجال زي ما ناس كتير قالت لي، وهتلاقي الموضوع راح في حته مش حلوه خالص. فبس دي نصيحتي، ربنا رب يوفقكم جميعا. تعال بقى قبل ما نخش في موضوع الكالر مود هنبدا نعمل خطوه نسيناها هنا، هي خطوه المنتجات الكتيره قوي الموجوده دي. هبدا اعمل لها شادو هي كمان، فهبدا اروح للجروب بتاعها اهو، وهبدا اعمل سيلكت على كل المنتجات اهو، وهبدا اخليهم في جروب لوحدهم، وهعمل نيو لاير فوقهم وكنترول الت جي. بعد كده هجيب اداه الجريدينت تول وهبدا اشد من تحت لفوق بالشكل ده. انا بس عايز اعمل شادو لتحت كده على اساس ان الثبت عامل عليهم شادو، وبعد كده هقلل الاوباستي، بس مش هعمل اكتر من كده. تمام، طيب هطلع بقى فوق خالص وهبدا اروح هنا عند الكالر لوك اب بالشكل ده، وهبدا اغير من هنا للفوج نايت، وهختار النورمال اخر اختيار، وهبدا اقلل الاوباستي. تمام، وبعد كده هبدا اعمل واحده كمان، وهختار من هنا مثلا الايدج امبير، وهبدا اغير النورمال لسوفت لايت، وهبدا اقلل برضو الاوباستي. وبعد كده يا معلم هبدا اعمل
كولر بالانس، وهبدا هنا هبقى متحكم في اللون سواء اورانج بقى او ازرق. هغير من هنا لهايلايتس اهو، فبص معايا هغير من هنا للشادوز برضو. يعني لو ركزت اكتر هتلاقي الموضوع بتطلع بنتيجه افضل بكتير قوي من الكلام ده. فبص اعتقد ان احنا ما اخدناش وقت وما عملناش اي حاجه، الامور سهله زي ما قلت لك. وزي ما قلت لك برضو ان انا بحاول اركز وتركيزي كله على حته ان انا اطلع لك الحاجه باسهل طريقه ممكنه علشان ما اعقدش معاك الدنيا. وبس كده يا سيدي، هنا اقدر اقول لك ان انا وصلت معاك لاخر الدرس. ما تنساش بقى انك تشترك في القناه علشان اللي جاي زي ما قلت لك هتكون حاجات قويه جدا جدا. وما تنساش كمان انك تصلي على النبي في قلبك. اشوفك على خير، سلام.